السلام عليكم. من الحاجات اللي بتسبب حيرة كبيرة لناس كتير في رمضان هي مواعيد الأدوية، وده نتيجة قلبان اليوم وتغيير المواعيد بسبب الصيام. هنتكلم عن قاعدة عامة كده مع بعض الاختلافات البسيطة اللي هنوضحها في خلال الفيديو. ده ببساطة الحاجة اللي كنا بناخدها قبل الفطار في الأيام العادية هناخدها قبل الفطار في رمضان، والحاجة اللي كنا بناخدها مع الغداء هناخدها بعد التراويح، والحاجة اللي كنا بناخدها بالليل برضه هناخدها قبل النوم أو مع السحور. نتكلم مثلا عن أدوية السكر، الأدوية اللي بتزود معايا إفراز الأنسولين زي الأماريل والدولوسيل والدوانيل دي هناخدها قبل الفطار. الأدوية اللي هي زي الجلوكوفاج والسيدوفاج اللي بتحتوي على الميتوفورمين دي لو كنا بناخدها مرتين يبقى هناخدها بعد الفطار وبعد السحور. لو كنا بناخدها مرة واحدة يبقى هناخدها بعد الفطار أو بعد التراويح مع سناك خفيف برضو عشان ما يتعبناش المعدة. بالنسبة للأنسولين هنفضل نروح للدكتور يظبط لنا الجرعات بتاعة الأنسولين، ونصوم لنا كمان 3 4 أيام كاختبار كده قبل رمضان يظبط نختبر فيه الجرعات الجديدة. معظم الدكاترة هتمشينا على نوع من الأنسولين اللي هو النوع طويل المفعول اللي بيتاخد مرة واحدة الساعة 10 بالليل مثلا عشان يظبط لنا السكر الصايم. يعني سريع المفعول ده بيتاخد مع الوجبات وبتتظبط الجرعة بتاعته على حسب الأكل. بالنسبة للناس اللي هتضطر تمشي على الميكستارد اللي هو النوع المختلط من النوعين، فيفضل طبعا نخلي السحور بدري شوية علشان يدينا فرصة ناخد سناك زي الزبادي أو ثمرة فاكهة قبل الفجر عشان نتجنب حدوث أي هبوط للسكر في الدم. بالنسبة لأدوية الضغط مفيش اختلافات كبيرة عن القاعدة اللي قلناها، لكن الأدوية اللي هي مدرات البول زي اللازكس والتورسيريتيك والإكزامايد، أو الأدوية اللي جنبها كلمة بلس زي الكونكور بلس أو كو زي الإزابريل كو، الحاجات دي كنت بتاخدها على الريق في الأيام العادية فالمفروض ناخدوها قبل الفطار. بس هي ممكن تعمل لك بعض المشاكل وتخليك عايز تروح الحمام كتير في فترة صلاة التراويح، فبالتالي عشان تعرف تصلي وتعرف تركز في الصلاة فممكن ناخدها بعد التراويح. كمان بنتجنب ناخدها مع السحور عشان ما تعملناش جفاف في الفترة بتاعة الصيام. كمان أدوية المعدة احنا عارفين كلنا لازم ناخد أدوية المعدة على الأقل قبل الأكل بنص ساعة علشان تدي المفعول بتاعها. لو هتقدر تفطر على تمرية مثلا وكوباية مية وتاخد الدواء وتستنى نص ساعة وتفطر مفيش مشكلة. لو مش هنعرف نعمل الموضوع ده فممكن نتكلم مع الدكتور يشفتنا على دواء تاني من المجموعة ديت ما بيتأثرش بالأكل زي الرابيبرازول مثلا. نيجي بقى لأدوية الغدة. أدوية الغدة زي ما احنا عارفين من الحاجات الصعبة جدا، لازم تتاخد لوحدها وعلى معدة فاضية وما يكونش جنبها لا أكل ولا أدوية تانية، وتتاخد بعد الأكل ب3 ساعات أو قبل الأكل بساعة. فالحاجة دي صعب جدا نحققها في الصيام. عشان كده ممكن نفطر نخلص أكلنا على الساعة 7 مثلا ونروح نصلي التراويح ونيجي ناخد الحباية على الساعة 10، ونستنى مثلا للساعة 11 ونبدأ ناكل السناكس بتاعتنا والأكل بتاعنا عادي. أو ممكن ناخدها قبل السحور بساعة بس برضو ما نكونش أكلنا قبليها ب3 ساعات. لو انت عايز تعرف الميعاد المناسب بالنسبة للأدوية بتاعتك ممكن تتواصل معنا عن طريق الصفحة أو عن طريق التعليقات واحنا هنرد عليك بالميعاد المناسب للدواء بتاعك. كل سنة وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان ويتقبل منا الصيام والقيام. سلام عليكم.